السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، محمد السالم الوزير الموريتاني يذهب برسالة إلى تبون وما قالوهاش في القناة ديالهم المفهوة ديالها، وهو بأن موريتانيا تذكر الجزائر بأن نلتزم الحياد وليس أي شيء إلا الحياد. نبقى بمسافة بنفس المسافة مع المغرب والجزائر، بما معناه آخر أن إذا كنتوا تضربوا على الأساس أن نرضيوكم نسدوا معبر القرقارات أو نحبسوا المشاريع اللي خدامين عليها مع المغرب، فما تحلموش بهذا الشيء هذا. وهذا هنا تيخليهم أن تتكون واحد الحجرة تلقم بها الجزائر. إذا كانت ربحت الجزائر في في جذب واستغلال تونس في شخص رئيسها قيس سعيد، موريتانيا لم تستسيغ هذا الأمر. مشاهدي الكرام، تطمح الجزائر على أساس تعزل المغرب إفراطيا وتتخسر رزقها كامل، لكن المغرب نحدو كما تقول لكم نحدو حاسده وربي عاطيه. مشاهدي الكرام، موريتانيا دخلت في شراكات استراتيجيه مع المغرب، شراكات تمتد لعقود، وهذه الشراكات عقود فهي ضمانه في حد ذاتها في شراكتها مع المغرب، لحقاش تكون داير شراكه مع استراتيجيه مع شي بلاد، فعلى الاقل ترد بالك بان هذيك الشراكه راه قد تدمرك الا خليت بها. مشاهدي الكرام، وهذا ربح اصلا عندنا نخلو موريتانيا تعيش الحياد، ولكن في نفس الوقت ان شراكه استراتيجيه كبيره بزاف بيننا وبينها. مشاهدي الكرام، في نفس الوقت تيذكر على بنجامين سطوره اللي شاريه هذا قلم من الاقلام ديال ديال المؤرخين، شاريه الجزائر. ثلاث المواضيع ونبداو من اليوم. عبد المجيد تبون استقبل وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، اللي سلموا رساله خطيه من الرئيس محمد ولد الشيخ غزواني. طبعا ما قالوش الفحوى نتاع هذه الرساله. الصور نشرت صفحه رئاسه الجمهوريه، نشرت صور استقبالي عبد المجيد تبون او بن تبون للمسؤول الموريتاني. طبعا هذا اللقاء اللي حضره احمد عطاف وبيبي مدير الديوان رئاسه الجمهوريه بوعلام. هذه الزياره ولا هذه الرساله تاتي بعد أيام من تطورات في غاية الأهمية عرفتها العلاقات ما بين المغرب وموريتانيا، خصوصا الربط التاريخي ما بين المغرب وموريتانيا. طبعا هذا فيما يخص الكهرباء، وهذا اللي أزعج النظام الجزائري الذي أطلق العنان لأبواقه الموالية له، خصوصا من داخل مخيمات البوليساريو، وين قالوا بأن هذا الأمر هو مس بسيادة ما يسمونه بالجمهورية العربية الصحراوية. قالوا تشوف نديروا الأداء إيجكت منا، نديروا الفليتوكس. دونك قلت أرسل له ولد الغزواني رسالة. طبعا هي رسالة قال احنا نلتزموا الحياد الإيجابي وإحنا ما نفرطوش في مصالحنا وفي علاقاتنا مع المغرب. هذه هي الرسالة اللي بعثوها القادة الموريتانيين لهذا النظام اللي عمل منذ سنوات، خصوصا في السنوات الأخيرة، باش تكون هناك أزمة دبلوماسية بين المغرب وموريتانيا. وهذا الشيء الذي لم يتحقق، لأن النظام الجزائري حاول قدر الإمكان وضغط بكل الوسائل باش موريتانيا تغلق معبر القرقرات، باش موريتانيا تفتح سفارة تاع بوليساريو في نواكشوط، باش موريتانيا ترفض الانخراط في الأنبوب الغاز المغرب نيجيريا، باش موريتانيا ما تنخرطش في مبادرة الأطلسي ومبادرة ولوج دول الساحل إلى الأطلسي. لكن المحاولات نتاع النظام الجزائري باءت بالفشل. وهنا ولد الغزواني يتصرف بطريقة ذكية، راه يتقي في الشر هؤلاء العصابة نتاع الأشرار اللي يحكموا في بلادنا، واللي طبعا
الغاية نتاعهم أنهم يعزلوا المغرب عن باقي دول الجوار. فشلوا في إقناع موريتانيا باش ينخرطوا في ما سموه بتكتل إقليمي موازي. كانوا باغيين يعلوا على اتحاد مغاربي يعني يضم ليبيا وتونس وموريتانيا باش تبان باللي راهم نجحوا في عزل المغرب، لكن موريتانيا رفضت ذلك. واليوم طبعا راهم جايبين له رسالة باش يقولوا لا احنا نريد أن نحافظ على علاقاتنا مع الجزائر، لكن حوايجنا وامورنا وليزافير تاعنا وخياراتنا الاستراتيجيه سمحوا لنا احنا نبغوا نديروا العلاقات تكون علاقاتنا ملاح مع تو الموند. وهذا تصرف حكيم من قبل القاده في موريتانيا اللي راعوا المصالح نتاع بلادهم، واللي طبعا مصلحتهم بالدرجه الاولى وبشكل استراتيجي هو مع المغرب. مثلا الربط الكهربائي اللي تم التوقيع على الاتفاقيه اول امس في العاصمه نواكشوط، هذا يخدم موريتانيا ويخدم المصالح نتاعها ويخدم الاقتصاد نتاعها. هما ما غاديش يفرطوا في المصالح نتاعهم اللي هي كبيره واقتصاديه بشكل كبير مع المغرب من اجل عيون النظام العسكري الذي يفرط في المصالح نتاع الجزائر من اجل العداء مع المغرب. ما يفكروش كما النظام المفلس نتاع اللي حاكم في بلادنا. وبالتالي هذه الرساله هي تاتي في اطار اننا احنا ما غاديش انتم راكم ما عجبكمش الحال، بصح حنايا رانا نقول لكم احنا باغيين نواصلوا علاقتنا باش تكون مليحه مع الجزائر، لكن عندنا مصالح مع بلدان اخرى ما عندكمش، ما راكمش متفاهمين معها. هذا احنا ماشي مشكلتنا، واحنا نبقاو على الحياد يعني فيما يخص مساله الصحراء مثل ما تم الاتفاق عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي. لان موريتانيا تدرك جيدا بان النظام العصاباتي المجرم اللي يحكم في الجزائر راه يحوس على المبرر من اجل فتح جبهه مع موريتانيا وتأليب عصابة البوليساريو ولا حركة البوليساريو الإرهابية لمهاجمة أهداف موريتانيا مثل ما وقع في سنة 1977. لكن مرة أخرى أنا نقول هذا النظام المختل عقليا. الأمور في موريتانيا تغيرت بشكل كبير، وموريتانيا نتاع السبعينات ما هيش الموريتانيا نتاع اليوم. وموريتانيا راها تراعي في المصالح نتاعها واكتشفت الغاز وراها كاينه طفره ومتنت علاقاتها مع دول كثيره مثل فرنسا والامارات، وعندها علاقات استراتيجيه مع المغرب طبعا. ولا يمكن التفريط في العلاقات مع المغرب من اجل عيونكم ايها النظام المختل عقليا. وبالتالي الاشقاء في موريتانيا يريدون الحفاظ على علاقات طيبه مع الجميع. ما بغيتوش هذاك شغلكم، ولكن باش تامبوزوا على الاشقاء في موريتانيا النظره نتاعكم وتخلوه يدخل في ازمه مع اللي راكم معتبرينه عدو وهو في الحقيقه ماهوش عدو، هذه ما يقبلوهاش الاشقاء في موريتانيا. وراهم رسلوا لكم اشارات من خلال ما يتم توقيعه في اطار العلاقات مع المغرب. هذه تبين لان موريتانيا لن تتخلى عن علاقاتها مع المغرب، وهذه رسالة واضحة من القادة في موريتانيا إلى هذا النظام الذي كما قلت لكم عمل مستحيل. هو نجح في واحد، هذاك اللي راح حاكم من قصر قرطاج نتاع تونس، لو له دراعه تمكنوا باش يسيطروا عليه وخلاوه يدخل في أزمة دبلوماسية مع المغرب. لكن النظام الجزائري فشل في إقناع الليبيين، فشل في إقناع الموريتانيين، وعنده مشاكل مع الاشقاء في ليبيا، عنده مشاكل مع دول الساحل، وعنده المشكله مع موريتانيا قاب قوسين او ادنى. يعني اذا شفنا لابريس نتاع النظام العسكري النظام الجزائري بدات تهاجم في موريتانيا، عرفوا بانهم راهم باغيين يوجهوا البوصله نتاعهم عفوا تجاه الاشقاء في موريتانيا. هذه هي الحقيقه نتاع هذا النظام الفاشل، هذا النظام الذي لا يبحث عن مصلحة الجزائر، هو يبحث فقط عن التخلاط، لأنه يستفيد، هو مش بلادي، هو يستفيد من التخلاط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
دائما مع الجزائر. ونرجعوا للمؤرخ اللي رد روحه، مؤرخ النظام الجزائري بنجامين ستورا ابن قسنطينة، اللي ديانته يهودية وينتمي إلى طبعا لبينوار. قال بأن على السلطات، هذا نقلا عن بوق النظام الجزائري الشروق، قال على السلطات الفرنسية العودة إلى الشرعية الدولية. وهو قال إذا ما سماه بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيري. يعني شوفوا العبث نتاع هذا بنجامين ستورا المنافق، يعني بكل صراحة، واللي طبعا يشتغل مع الكثير من هم في يعني في السياسة وفي النخب اللي تتبع النظام الحاكم في الجزائر. قال باللي خاص تعود إلى الشرعية، وكأن فرنسا خرجت من الشرعية الدولية. يعني هو يردد كلام الخارجية الجزائرية، يردد كلام عبد المجيد تبون، يردد كلام النظام المخبول الذي حير العالم بغبائه. طبعا هو دار حوار صحفي مع صحيفة المساء اللي قال بأن بداية الانسداد، هو اعترف بأن بداية الانسداد، وهذا اعتراف صريح منه في العلاقة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، كان بسبب قضية الصحراء المغربية وما سماه ما يعرف بخطة الحكم الذاتي. وقال بلي أن أعتقد أنه على السلطات الفرنسية العودة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يقر تقرير، هو قال، مصير الشعب الصحراوي واحترام المبادئ التي تنص عليها مواثيق الأمم المتحدة منذ سنوات. يعني هو وكأنه هو يعني قام مقام الأمم المتحدة، وقال بأن الاعترافات نتاع الدول بمغربية الصحراء هي خرق للقانون الدولي. لا يا بنجامين ستورا، هي ما هيش خرق للقانون الدولي، هي في إطار الشرعية الدولية وفي إطار القانون الدولي. والأمم المتحدة حثت على إيجاد حل سياسي واقعي لهذه المشكلة، والنظام الذي تدافع عنه لا يريد حلا لهذه المشكلة. وقال بأن عودة فرنسا أو تراجع فرنسا من شأنه أن يعيد العلاقات الثنائية بين البلدين. طبعا هذا بنجامين ستورا هو يعني راه يردد في الاسطوره او الاسطوانه المشروخه نتاع النظام الجزائري. هذا بنجامين ستورا اللي ما شفناش يتضامن في يوم ما مع كيف نقول له اوريكو ماسياس، اللي النظام الجزائري منع عليه باش يدخل الى الجزائر. بورتون هو ابن مدينه قسنطينه، بورتون كانوا يجوا وفود خصوصا في عهد بوتفليقه من لي بينوار زاروا، الا اوريكو ماسياس اللي ولد مدينته ما تضامنش معاه، يعني ما تضامنش معاه، بصح تضامن مع ما يسميه بالشعب الصحراوي باسكو هو مقرر. وكان غرض التغريده ديالو على اساس بان على فرنسا ان تعود الى الشرعيه الدوليه، بما معناه بان فرنسا راكي غلطتي في حق يعني في حق يعني الجزائر، وراكي عطيت واحد الحق ماشي ديالك، عطيتيه يعني المغرب. فيعني هذا قلم مشري، وكما سمعتوا وليد كبير يعني عره. مشاهدي الكرام، والى فيديوهات لاحقه ودمتم في حفظ الله.